والله يعني اعجز عن وصفه. يعني انت تدور على الجنه او شيء قريب من الجنه، تعال هنا، تعال للهور. هو اللي عازمني الاستاذ احمد صالح نعمه، الله يبارك فيك. شكرا على هاي الرحله الجميله. شكرا لك، شكرا لك. مشحوفنا طري الهار والمطار يسبق بمشي المطار. طر الهار مشحوفنا طر الهار والمطار يسبق بمشي المطار. ويا كيفي ما اخذنا الفرح واليوم صيدتنا طيور. كيفين ما اخذنا الفرح واليوم صيدتنا طيور. ويا مشحوفنا ويا مشحوفنا. أعزائي المشاهدين، شباب المكان اللي راح ندخل به هسه بين القصب بين البردي. شوف هذا المكان يعني رغم ضيق لكن مكان ساحر حقيقه. يعني من جاي اشوف هسه راح اخليكم يعني الكاميرا تصور هذا المكان تحديدا. شوف شلون راح يعني ندخل بهذا المكان الى ان نوصل المكان المضيف اللي راح يكون استقرار نبيل، وان شاء الله نتغدى هناك السمك المسقوف. ها؟ على هاي؟ ايه؟ ها. ايه. اذن يعني جاي هسه جاي نفوت هذا داخل هذا المكان الجميل، وجاي تشوفون يعني بين القصب. هاي ليش بترقد؟ لا هم حرقوها، عمد يسووا يقعدون بيها. ايه يسوون لك باشا انه اللي احنا هسه بيها راح تفاصيل راح يقول لنا عليها الناشط البي الاستاذ احمد صالح نعمه. راح خلينا نتعرف احنا وياكم. واستوقفنا حقيقه بهذا المكان اكيد اكو معلومات تخفي عن الكل من خلال الاستاذ احمد راح نعرفها. اذا خليكم ويانا. اي استاذ احمد تفضل. السلام عليكم اصدقائي الاعزاء. انتم الان في محافظه ميسان، مدينه الحب والجمال، جنوب العراق الدافئ النابض بالحياه والحب. احنا في الجنوب الشرقي للعراق، تحديدا احنا هسه واقفين في هور الحويزه، بركه المنعاج التي ادرجت على لائحه التراث العالمي في اليونسكو. هذه المنطقه اللي احنا بها اسمها ابو عذبه، وسميت ابو عذبه لهذه الزهور الموجوده فوق القصب. يقولون القصب عذب يعني شيب يعني الزهر، فكناية على عمق المنطقة يقولون نزلنا القصبة ومعذبة يعني أطول قصبة وما دقت. احنا هسه راح نطلع بهذا يسمونه شط أبو عذبة، وهذا المكان الضيق اللي فتنا فيه يسمونه القاهن أو السبل. القاهن كلمة سومرية قديمة يعني تعني الممر أو الطريق. هنا اكو قاهن يسمونه قاهن حرامي، هيك صاير شكله. هذا الشط يسمونه شط أبو عذبة. بجانب الآخر من هناك الحلفاية اللي هي ناحية المشرع. اكو منطقة يسمونها ذيل الفحل والسوالف والسودة، منطقة السودة اللي هناك ايضا يكثر بها السمك البني اللي احنا نسميه فستق الاسماك، يعني من اجود انواع الاسماك. هذه المناطق هاي والخزنة هاي مخازن الاسماك، مهما قل مستوى المياه هي تبقى محافظة على مي، مهما صار جفاف تبقى محافظة على المي. الصيد الجائر ما يلوحه، القنابل ما تاثر بها اذا كان اكو صيد بالقنابل، السموم ما تنزل جوا بالاعماق القويه جدا، الشباك ما تنزل ايضا، الفاله ما تقدر. فهذا دائما هو مخزن القصب والبردي، وموجود طريقه الصيد بالفاله، وموجود النباتات المائيه، الطحالب وغيرها من نباتات مائيه، هذا من آلاف السنين. فبالتالي يعني انت لك ان تتحسس جمال انه انت موجود في ارث عمره طويل جدا. مشاهدينا ومتابعينا تحيه طيبه واهلا وسهلا بكم في هذه جنه الله في الارض.
اسم مجازي مو استاذ احمد؟ شكرا لان انت قلت جنه الاخره. تحياتي شكرا لك. لكل من يطلق كلمه وصف جميله بحق هذا المكان. الله يبارك فيك. طبعا احبتي اعزائي المشاهدين راح اكتفي بالسكوت امام هذه الخامه البيئيه اللي هو الناشط البيئي استاذ. لا حقيقه نفتخر فيك استاذ احمد، واحنا اليوم جاي نتجول راح يتحدث لنا في شيء بسيط، يعني هي الصوره ابلغ من التعبير، لكن راح نتعرف من خلال هذا الفيديو البسيط. واكيد الاخ احمد صالح لما انتم غني عن التعريف وناشط بيئي من محافظه ميسان، واحنا في هون الحويزه في الجنه. تفضل استاذ احمد. انتم في ميسان مدينه الحب والجمال. نعم. جنوب العراق الدافئ النابض بالحياه والحب. نعم. مدينتي معشوقتي انثاي التي اعشق. الله. كل شيء في ميسان في نظري جميل. الله. حتى سير انهارها يتحرك كخصر الانثى. الله. شيء لطيف. احنا هسه في هذه البركه مال ام النعاس، ما تنتجه السماء يعكسه الماء، وبين السماء والماء لا وجود لحد الافق. وهسه مصورنا خلي يشوف الصوره هاي، بس صورها ندار يعني ماكو ما تبين يعني. هنا اكو حد افق اللي هو القصب، وهنا ندير على كيفك. هذا ماكو حد افق، يعني حالك حال البحر المتوسط المحيط او اي شيء. الله. هو نعم. هو كالبحر. نعم. ولكن اجمل لانه ما عندك خوف البحر. نعم. لانه القاع قريبه، صح. متر ونص مثلا او مترين، ما تغرق. نعم. تشوف النباتات، المياه عذبه غير مالحه. نعم. غابات من القصب، طيور، اسماك، حيوانات. نتعامل مع الطبيعه بحب مفرط. انا بالنسبه لي من 7 سنين زرت الاهوار لالاف المرات. نعم. ما مره اجيتها وانا متململ او جايها وانا غصبا علي، جايها وانا لخاطر فلان، مطلقا. معشوقه. لدرجه اللي يحس انه احمد مسوي عليه جميل وجاي بينه وبين نفسي اقول لا هو ما يدري هو مسوي عليه جميل. لانه انا اتحجج حتى اجي. مكان ساحر، مكان جميل، مكان بيخفض توتر عالي جدا، بيئه لطيفه. انا اتعمد امسك المي، اتعمد انزل رجلي بالمي، احس مثل الايرث يسحب مني طاقه سلبيه. باوع هسه وراك من ناس ساعد بهذا الجانب. طبعا الكباشه تحياتنا لهم. ايضا سواح. السواح. طبعا هنا القصب احبائي اعزائي المشاهدين، طبعا راح نشوي سمك في المضيف ان شاء الله. احنا متوجهين وعازمنا هذا الاستاذ احمد، وهذا المشعل هذا يسمونه رباح. خك. هذا حمود ابني. هذا رفيق دربي، انا دائما اطلعه وياي وحريص على انه يكون خليفتي بهذا الجانب البيئي والاهواري. تحيه الحمودي. السلام عليكم. قواكم الله، مرحبا. شلونك عيني؟ اذا يعني ما شاء الله استاذ احمد. السلام عليكم. قواكم الله. شلونكم استاذ؟ زينين ان شاء الله. السلام عليكم. وكلهم للمضيف. المضيف. بالمناسبة احبتي راح نتغدى احنا بالمضيف. اي مثل ما قلتوا عازمني الاستاذ احمد ان شاء الله في هذا المضيف. ويعني احبتي اعزائي المشاهدين، وهنا نرسو في هذا المضيف وينتهي تقريرنا، وبعدين نكمله بالغداء. نكمله بالغداء ان شاء الله بعد الغداء. باسمكم عاشتي لك الاخ الناشط البيئي الاستاذ احمد صالح نعمه. حبيبي خليكم ويانا. شكرا استاذ. شكرا. صرادات الخبر من طاب للعمارة، ترى الخبر من طب للعمارة، ترى دامات اشوفا كل صبي دموعه يا ويلي. أنا ترى تشوفا كل صب دموعه، ترى الجلعة لبست 5 أسواد، الجلعة لبست يا زهرة يا بنو، الجلعة لبست 5 والترادات الشلفظ